تريد تكون من رفقاء صاحب الزمان، عليك أن تجعل كل يوم ساعة تجلس فيها مع بقية الله، تجلس فيها مع صاحب الزمان، تقرأ القرآن، تقرأ زيارة آل ياسين، تذهب إلى زيارة سيد الشهداء، وتهدي ثواب هذه الأعمال إلى صاحب الزمان. هكذا تكون من رفقاء صاحب الزمان. وواظب على ذكر يا صاحب الزمان ادركني ولا تهلكني، وبك المستعان يا ابن الحسن. وأنا دائما أقول لكم واظبوا على ذكر يا صاحب الزمان مدد. اطلب الهمة، اطلب التوفيق، اطلب الرعاية من صاحب الزمان. أحد المريدين سأل أستاذه سيدنا مولانا: ما معنى كلمة مدد؟ مدد شنو مدد يا صاحب الزمان مدد؟ قال له السيد: ما معنى حسد؟ قال له: حسد نظرة مؤذية. قال له: المدد نظرة تحيي. عندما تقول يا صاحب الزمان مدد، تأتي إليك نظرات صاحب الزمان تحييك، تخرجك من الذنوب،